هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا بقالي فتره كبيره قوي ما نزلتش فيديوهات، فيا ريت تشجعوني في الكومنتات عشان افضل مستمره ان انا انزل فيديوهات. قبل اي حاجه حابه بس اعتذر للناس اللي بتقول عليا رغايه او اللي بتقول عليا بشرح في مده طويله. انا بس بحاول اوصل كل المعلومات اللي عندي لاي حد يقدر يتفرج على الفيديو يقدر يفهمه بسهوله. يعني في ناس اطفال بتتفرج، في ناس كبار، في ناس ما بتركزش من اول مره، فتاني مره هي اللي بتوصل لها المعلومه. فاحنا اسفين جدا، احنا مصريين رغايين عشان معظم اللي كاتب لي كومنت انت رغايه بيكون مش مصري. ف احنا اسفين، احنا بنحب نرغي بس عشان اوصل لكم المعلومه. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن التسعير. يعني معلش القلم اللي انا جايباه انا حاولت اجيب اكبر قلم موجود عندي عشان الخط يكون واضح لكم وكلامي يكون باين. بس هي الفكره في التسعير في طريقتين. احنا ممكن اصلا التسعير ده نشتغل بيه في اي شغل احنا بنعمله هاند ميد، مش شرط ابدا يكون شمع بس انا هتكلم عن الشمع النهارده عشان هنحسب مع بعض مثلا تكلفة الشمعة اللي انا مولعاها قدامنا دي، عشان نعرف نقيس عليها اي حاجة هنشتغل بيها في الشمع نسعرها بطريقة صح. تمام. اول حاجة التسعير، اعذروا بقى خطي لان القلم ده صعب قوي الكتابة بيه. اول طريقة، في طريقتين للتسعير. اول طريقة التقليد. التقليد دي يعني ايه؟ يعني انا بشوف الناس اللي حواليا بيبيعوا مثلا الشمعة دي بكام وبحط سعر قريب من سعرهم او بحط سعر زي سعرهم بالظبط. طيب الفكرة دي صح ولا غلط؟ هي بتمشي في حاجات معينة، لكن في صناعة الشمع هتكون صعبة شوية. طب ليه هتكون صعبة؟ يعني انا بالنسبة لي بصراحة مش بفضلها، لاني مثلا انا ممكن اكون اشتغلت الشمعة دي بشمع صويا. كل اللي شغالين في الشمع هيبقوا فاهمين اسامي الشمع. شمع الصويا هو يعتبر من الشموع الغالية. تمام. طيب واحدة تانية شغالة بشمع نخيل، هو شمع لطيف جدا وحلو جدا وفواح جدا بس سعره اقل من الصويا. فانا هعرف منين اللي شغال ده شغال بانهي نوع شمع؟ يعني انا هبعت لكل اللي بيشتغلوا في الشمع اقعد اسالهم انتوا شغالين بانهي نوع شمع بالظبط وحاطين نسبة العطر قد ايه؟ طب وجايبين العطر بكام؟ فكل واحد بيرضى لنفسه مكسب معين. فالافضل ان انتي لما تيجي تسوقي او لما تيجي تسعري شغلك هتسعري شغلك بناء على كذا حاجه. انتي استخدمتي نوع شمع ايه؟ استخدمتي عطر، جايبه العطر بكام؟ استخدمتي نسبه العطر قد ايه؟ فانا مش هقدر اروح اتصل او ابعت لبيج مثلا بتبيع شمع برضو واسالها انتي بتبيعي الكوبايه دي بكام، تقولي مثلا ب 300، اروح انا كمان بايعها ب 300. طب افرضي هي شغاله بشمع تاني، شغاله بعطر تاني، المنطقه اللي هي فيها تسمح انها تبيع بسعر معين، هي راضيه لنفسها مثلا مكسب قليل، هي مش مكلفه في الباكج، انت مكلفه في الباكج، فده هيظلمك جدا في ان انت تسعري زي غيرك. لان انت ممكن تكوني شغاله بخامات اعلى، ممكن تكون هي شغاله بخامات اعلى، فانت مكسبك يبقى اوفر، فشمعك لما يتباع مره ما يتباعش تاني. فانت لازم، يعني فكرة ان احنا نقلد دي بصراحة انا مش معاها خالص. انا مع فكرة ان احنا نسعر زي ما احنا اتكلفنا. يعني هنحسب مع بعض دلوقتي ايه البنود اللي احنا اتكلفناها في الشمعة بالظبط وازاي هنسعرها مع بعض. لكن فكرة ان انا اقلد دي بتبقى سهلة قوي. اقلد لو انا مثلا ببيع اكسسوارز، فانا جايبة الاكسسوارز اشوف اللي حواليا بيبيعوا بكام، ابيع اقل منهم حاجة بسيطة عشان اكسب، ابيع زيهم. لكن دي حاجة ثابتة، سلسلة مثلا خلاص هي ثابتة ما فيهاش اختلاف ماتيريال، ما فيهاش حاجات كده. قوالب مثلا، لو انا ببيع القوالب خلاص كلنا شغالين بنفس الماتيريال، كلنا شغالين بنفس حاجة. لكن الشموع بالذات هي اللي فيها اختلافات كتير في ماتيريال الشمع نفسه او العطور او نسبة العطر او كل التكلفة عموما هتفرق. تمام. انا هعدل الورقة دلوقتي ما تقلقوش، بس الاول هكتب ايه البنود اللي احنا بنستخدمها في الشمعة عشان نحط كل واحدة ليها سعرها ونشوف هنسعر ازاي. تمام. احنا اول حاجة بنستخدم في الشمعة ايه؟ بنستخدم الشمع نفسه، الفتيل، اللون، الكوباية. تمام. دي الحاجات الاساسية اللي احنا بنستخدمها، وطبعا العطر، وكمان احنا الكوباية والحاجات دي كلها بنغلفها تغليف. طيب دي الحاجات دي المفروض اللي هي ملموسة، انا شايفاها وبستخدمها وبحطها جوه الشمعة وكل حاجة. في حاجات مش ملموسة. تمام. انا هجيب صفحة تانية برضو عشان ايه تبقى الدنيا واضحة كده، ما يبقاش فيه لخبطة ما بين الطريقتين. تمام.
الحاجات الملموسة اللي هي زي ما اتفقنا، اللي هي الشمع والفتيل والكوباية والعطر والتغليف. طب الحاجات اللي مش ملموسة او اللي انا مش بحطها جوه الشمعة بس هي اوريدي بذلناها، انا عندي مجهودي وعندي غاز لاني اشتغلت على البوتاجاز مثلا، عندي كهرباء لاني اشتغلت بكهرباء، في حاجات ممكن ان انتي مثلا رحتي اشتريتي الماتيريال، اتكلفتي مواصلات، الحاجات دي كلها لازم تكوني عامله حسابها. طب هحسبها ازاي؟ يعني انا مجهودي دي هحط لها كام؟ ما انا مش عارفه. طب انا استخدمت غاز بكام؟ انا مش عارفه برضو. طب الكهرباء احسبها ازاي برضو على الشمعة الواحدة؟ هقولك بقى كل ده دلوقتي، هنعملها بطريقة بسيطة عشان تبقى سهلة بالنسبة لنا. تعالوا بقى نحسب مع بعض. الشمعة اللي زي اللي قدامنا دي 380 جرام اخدت مننا ايه وكلفتنا ايه بالظبط. هي احنا ال 380 جرام دي بنكون حاطين فيها 342 جرام شمع و38 جرام عطر، تمام؟ فالتوتال بتاعها يبقى 380 جرام. طيب دول على اساس ايه؟ على اساس ال10% عطر. دي كده حسبة ال10% عطر. لو حد بيحط اكتر او بيحط اقل يحسبها على نفس الطريقة بس يغير النسب بتاعته، تمام؟ طيب انا دلوقتي استخدمت 342 جرام شمع، اعرف هما بكام ازاي؟ انا استخدمت هنا شمع صويا. شمع الصويا ب 300 جنيه. ال 300 جنيه دول هقسمهم على 1000. ليه هقسمهم على 1000؟ لان كيلو الصويا فيه 1000 جرام، اي كيلو فيه 1000 جرام. فانا جايبه الكيلو ب 300 هقسمها على 1000 هيطلع لي رقم صغير جدا جدا يا جماعه. يعني ما تقعدوش تشغلوا نفسكم بالرقم الصغير ده لان هو هيطلع فعلا رقم صغير قوي، فاحنا بنروح ضاربين فيه على طول. يعني مثلا احنا هنا هنجيب كده الكالكوليتر وهنكتب 300 ونقسمها على 1000، فده سعر الجرام الواحد. هروح ضرباه على طول وهو على الكالكوليتر، ما اقعدش اشيله بقى في 342 اللي انا استخدمتهم. يعني انا كده مستخدمه شمع ب 102. ده الشمع ب 102 جنيه، تمام؟ طيب العطر انا اخدت كام؟ اخدت 38 جرام عطر. وجايبه الجرام بكام؟ جايبه الجرام ب 3 جنيه ونص، يبقى 3 ونص. طيب يبقى اهو 38 جنيه، 38 جرام في 3 ونص، يبقى انا مستخدمه ب 133 جنيه عطر. طيب دايما بقول لكم ال10% بتبقى كافيه. ليه؟ لان بصوا اصلا فرق السعر ما بين الشمع والعطر. يعني انا لو كنت زودت نسبه العطر اكتر من كده كان الموضوع هيكلفني اوفر، تمام؟ على 10% يا دوبك بتطلع فواحه جدا وحلوه جدا، مش محتاجه نزود، لان كل ما هنزود كل ما التكلفه هتزيد علينا، مش هنعرف نبيعها بسهوله. فبصوا العطر اغلى اصلا من الشمع اللي محطوط فيها، مع اني حاطه شمع غالي اوريدي اللي هو الصويا، تمام؟ طيب دلوقتي استخدمنا دول. طب استخدمنا ايه تاني؟ اشترينا الكوبايه. طيب الكوبايه دي انا جايباها بكام؟ انا جايباها مثلا ب 35 جنيه. هحط سعرها طبعا لان دي حاجه انا استخدمتها. طيب الفتيل انا هنا حاطه 3 فتيل، هنثبت 10 جنيه. 10 جنيه فتيل ولون. طب الفتيل الواحد مش باتنين، يعني الفتيل واحد ب2 جنيه، يعني مش ب10 جنيه التلاتة. ما انا عارفه عشان حطيت لون مايكا، ولو شمعة ملونة ببقى استخدمت فيها لون. طيب يعني انا هحط 10 جنيه ثابتة لو الشمعة فيها اكتر من فتيل. طب لو الشمعة فيها فتيل واحد خلاص يبقى انا هثبت 5 جنيه ثابتة لو الشمعة فيها فتيل واحد، تمام؟ انا هنا فيها 3 فتيل فحطيت 10 اللي هي فتيل ولون. طيب استخدمنا ايه تاني؟ شمع وعطر والكوبايه والفتيل. كده دي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها شايفاها وملموسه قدامي. طيب بالنسبه بقى للحاجات التانية اللي انا مش شايفاها قدامي، زي مجهودي، زي الغاز، زي الكهرباء، زي التغليف، انا ما حطيتهوش. هقعد بقى احسب علبه لكل حاجه ولا اعمل ايه؟ لا تعالوا بقى اوريكم احنا هنا في الحركه في الوقت ده بنعمل ايه. هنجمع كل الحاجات اللي احنا اتكلفناها الملموسه اللي قدامنا دي، هنجمعها اللي هي 102
ونزود عليها العطر 133 و35 كوباية و10 فتيل. طيب هي كده كلفتني 280 جنيه، دي الحاجات الملموسة. طيب ال 280 جنيه دول الصح ان انا اضربهم في 3، والمفروض ان ده سعر الشمعة المظبوط، المفروض انها تتباع ب 840 جنيه. تمام؟ ليه؟ التسعير العالمي بيقول لي اضرب التكلفة الأساسية في 3. ال3 دول جواهم المجهود والتغليف والغاز والكهرباء والمواصلات اللي ركبتها وانا رايحة اجيب الماتيريال، واي حاجة مختفية مش باينة قدامي هتكون من ضمن ال3 اللي بضرب فيها دي. طب ما هي مش منطقي برضو ان الشمعة دي تتباع ب 840 جنيه، ما هي كده هتبقى غالية جدا. خلاص في الحالة دي تقدري تضربي في 2 او تقدري تقللي لحد لما تشوفي ان سعرها مناسب. هنا بقى اقدر اقارن سعري بسعر الناس اللي حواليا، بس بعد ما اكون حسبت تكلفتي على اساس الماتيريال اللي انا استخدمتها. تمام؟ احسبها، بس اهم حاجة ما قلش عن ال 280 اللي هي التكلفة. يعني اقدر مثلا اقول انا مثلا احط عليها 200 جنيه، تبقى ال 200 جنيه دي هي المكسب وهي اللي فيها التغليف وفيها كل حاجة. طيب خلاص، يبقى انا هبيعها ب 480. هتتباع بالسعر ده، هو مناسب، انت مستخدمه شمع صويا ومستخدمه عطور نظيفه، مستخدمه كل حاجه كويسه، فده سعر هيكون مناسب جدا عليها. طيب انا دلوقتي حاسه ان هي عاليه شويه، نزلي براحتك وارضي لنفسك المكسب اللي انت عايزاه. اهم حاجه ما تنزليش عن التكلفه الاساسيه عشان تبقي بتكسبي، لازم ما تنزليش عن التكلفه الاساسيه. تمام؟ اللي هي ال 280. انزل 450 430 400 حتى، اهم حاجه ما يقلش عن ال 280. تمام؟ دي كده الطريقه اللي انا بسعر بيها شغلي. طيب انا دلوقتي عايزه اسعر مثلا شمعه خارجه من قالب، زي مثلا البابلز، زي القلب، زي الدبدوب، زي اي حاجه. مثلا هنعتبر ان دي خارجه من قالب، فاحنا هنلغي البند بتاع الكوبايه لان احنا مش حاطين فيها كوبايه. طيب البند بتاع الفتيل طبعا هتبقى شمعه بفتيل واحد، فاحنا زي ما اتفقنا بنثبت 5 جنيه بس. طيب دلوقتي انا استخدمت قالب سيليكون، هحط سعر القالب او جزء من سعر القالب على الشمعه دي؟ لا. ليه؟ عشان احنا القوالب بتاعتنا معمره الحمد لله، الشمع ما بيهلكش القوالب زي الريزن. مثلا الريزن انا اسمع ان هو مثلا بيجيبوا القالب يعملوا بيه 4-5 صواني وتلاقي القالب خلاص باظ. طيب لا، هنا بقى ال4-5 عملاء اللي هياخدوا ال4-5 صواني يقدروا يدفعوا جزء من سعر القالب لان هما القالب خلص عليهم. لكن احنا القالب بتاعنا بيقعد بالسنين ما بيحصلوش حاجه طالما احنا بنتعامل معاه صح ومحافظين عليه، فاحنا ما بنخسرش حاجه فيه، فهو يعتبر بالنسبه لك هو اسيت مكمل معاكي، مش هيخلص او هيبوظ. فالاحسن ان انت تخليه عندك يفضل معاكي على طول، وما تضيفيش سعره على حد لان انت مش مستاهله. هتضيف يعني مثلا القالب الواحد هيعمل لك بتاع 200 شمعه، هتقعدي تضيفي جنيه ولا 2 جنيه على كل عميل، فملهاش لازمه ابدا ان احنا نضيف حاجه لسعر القوالب. فدي طريقه التسعير اللي انا ماشيه عليها، بفضلها ان انا احسب كل حاجه استخدمتها وبعدين اضرب في 3. لو لقيت ان انا لو ضربت في 3 مبلغ عالي قوي بضرب في 2، بضرب في 3، في 2.5، يعني حسب حجم الشمعة. طبعا لو شمعة اصغر من كده تكلفتها مش هتبقى عالية، فلما اضرب في 3 هيبقى سعرها مناسب يتباع بيه على طول. دي عشان معمولة صويا فتكلفتها عالية، فممكن تتباع 500، ممكن تتباع 450، تبقى مناسبة مع اسعار السوق وفي نفس الوقت اقدر ابيعها بسهولة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. انا برضو هكتب لكم طريقة التسعير مكتوبة عدل، يعني مكتوبة على بعضها كده واضحة بخط كويس، يعني مكتوبة في الكابشن عشان تبقى لو الخط هنا ممكن يكون مضايق حد. انا بس قلت احسب معاكم ازاي بنحط كل حاجة وبنحسب الحاجات اللي استخدمناها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو حد عنده اي سؤال ممكن تكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.